请点个追番，拜托了。陆光，你说句话呀。追番，拜托了。واحد من الانميات اللي انا ظلمتها بشكل كبير جدا ومتضايق من نفسي، ولكن بعد ما نزل سيزون 2 من انمي ماشل، قبل ما اتفرج عليه وقبل ما اشوف اي حلقه، بمعنى ان انا لغايه دلوقتي ما شفتش ولا حلقه من انمي ماشل سيزون 2. رجعت شفت سيزون 1 اللي انا ظلمته. وليه ظلمته؟ لان الاشاعات اللي طلعت عليه ان هو شبه افلام هاري بوتر، وده لان انا شفت فيديوز كتير جدا فيها نفس اللقطات، اللقطه بتاعت العصايه ازاي بيتحكم في العصايه بالسحر، تقريبا نفس اللقطة دي موجودة في أفلام هاري بوتر. غير لقطة الكويدش لعبة الكورة، ده غير كمان لقطة الفجل، السيطرة على الفجل. كل اللقطات دي موجودة بالملي من أفلام هاري بوتر، وأنا مش من محبين أفلام هاري بوتر، مش بحبها يعني، مش ميال ليها. فكرت ان انا ما اشوفش انمي ماشل، ولكن بعد ما شفت الاوبننج بتاعت سيزون 2 اللي شدتني ان انا اشوف الانمي، عجبني جدا. انمي حرفيا واو. ولكن اللي انا شفته كان مختلف تماما، كان حاجه بصراحه قمه في الروعه. شفت سيزون 1 كله، لسه ما دخلتش على سيزون 2. اللي شفته في سيزون 1 حمسني جدا للانمي، من احلى الانميات اللي انا شفتها حرفيا. كوميديا، موت ضحك. بصراحة ضحكت جدا، من أكتر الأنميات الكوميدية، وأنا مش من محبين الأنميات الكوميدية، يعني ممكن وان بانش مان وماشل ده بس، ما حبيتش أي أنمي كوميدي تاني. لو عندك ترشيح لأنميات كوميدية قولها لي في الكومنتس، لأن أنا مش من محبين الكوميديا بالطريقة دي بتاعت الأنميات. يعني لو نفتكر كيميتسو نو يايبا، كانت كوميديته بالنسبة لي كرنج، كنت مش بحبها تماما، كنت بكرهها. جنتما حاولت أتفرج عليه وما قدرتش، ولكن أنمي ماشل بصراحة عمل معايا اللي مفيش أي أنمي تاني يعمله. شخصية ماشل نفسه، شخصية ماش دي بتضحكني، بتموتني ضحك، وردود أفعال صحابها على كمية الفهاوة زي ما بيقولوا اللي هو فيها، أو التبليم اللي هو فيه، الغباء بعض الأحيان بتموتني من الضحك. هو شخص على نياته صريح، غبي جدا، بيقتلني. في شبه كبير جدا من رسم الشخصية من هاري بوتر نفسه، ولكن هو مختلف تماما. هو شخصية لا تملك السحر في عالم من الصحراء. كل ده انا لسه ما اتكلمتش على قصة الانمي. قصة الانمي انه هو ولد بيتقال عليه ان هو منبوذ من العالم اللي هو فيه، لان العالم اللي هو فيه اشخاص بيمتلكون السحر، ولكن هو اتولد بدون سحر، لا يملك السحر، فمنبوذ. ولكن يملك تدريب قوي جدا جسمانيا، فيزيكال، مش طبيعي، بيخليه يضاهي السحرة دول. بيقع في مشكلة، وحل المشكلة دي انه يبقى يسموهم من المستنورين، اللي هم حكماء العالم في السحر، بانه يحصل على عملات ذهبية علشان يبقى من ذوي المكانة دي، فيقدر يعيش في سلام مع عائلته زي ما هو بيكرر كتير جدا. بنخوض بقى فايتات، الانمي فيه فايتات واكشن مش طبيعي، في شخصيات كتير جدا مبهرة، مش مركزين بس على ماش، لا بالعكس، في شخصيات حواليه، شخصيات شريرة فيلنز مبهرة، شخصيات مرسومة حلو جدا وليها بعد مش طبيعي. القدرات بتاعت السحر مش بس مختصة بحاجات معينة، لا، قدرات لا حصر لها، قدرات مش طبيعية كتير جدا. قدرة النار، قدرة الزرع، قدرة المية، قدرات كتيرة ومختلفة ومتنوعة. حتى في قدرة القرش، لا، قدرات حلوة جدا ومميزة ومتنوعة، وحببتني في الانمي اكتر واكتر. الانمي بسيط جدا جدا، مش معقد تماما. عايز تروق بالك، عايز تتفرج على حاجة كده ايه، مريحة للبال، مضحكة، جميلة، اتفرج على انمي ماشل.
شخصية ماش دي قريبة للقلب، يعني حبيتها جدًا، من أكتر الشخصيات اللي أنا حبيتها في حياتي، مع إني شُفته في فترة قصيرة جدًا، ولسه ما دخلتش كمان على season 2 واللي بيقولوا إن season 2 عظمة مش طبيعية. أصحابه اللي موجودين معاه شخصياتهم غريبة، الشخصية اللي هو قاعد معاها في الغرفة شخصية بكاية، شخصية ضعيفة، الشخصية اللي عنده العلامتين في وشه اللي بيحب أخته جدًا، شخصية رهيبة جدًا، ذكية جدًا وقوية جدًا، غير البنت اللي مقتنعة إن ماش هيتجوزها وبيحبها، غير الولد اللي شايف إن هو الشخصية الأساسية في العالم وكل الشخصيات التانية ثانويين وبيغير من أي شخصية وسيمة، ومرسومين للإكستريم، يعني ده للآخر، غبي غبي للآخر، مش حاجة بسيطة، لا لا لا، جايب آخرهم. 力とは人を傷つけ救いも بالتأكيد أنمي مشل مش نقدر نقول ديث نوت اتاك اون تايتن، لا 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 لا. هو انمي تريح بال، انمي روقان، انمي كده ايه، عايز اقعد اتفرج على حاجه كده وانا مستمتع وانا حابب. هو انمي مشل، قصه بسيطه فيها فايتات، فيها تحريك اسطوري، فيها رسم مش طبيعي. بالتاكيد بالتاكيد هتفرج على سيزون 2، ما تعملش زيي وتنصاع للاشاعات وتقول لا ده انمي مكرر، ده انمي سحر طبيعي عادي بيقلد هاري بوتر. لا 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 لا، هو مختلف تماما عن هاري بوتر، بل ملوش علاقة تماما. هو بس في شوية حاجات تريفيا كده واخدها من هاري بوتر، رسم شخصيات، اوتلاين، مشاهد واخدها، ولكن غير كده هو مش واخد اي حاجة ليها علاقة بهاري بوتر. انا برشح لكم انمي مشل، مع ان انا كنت ضده، ولكن دلوقتي انا برشحه تتفرجوا عليه. تقييمي للانمي هو 9/10، سيزون 1 9/10، بجد عجبني، ما فيهوش ولا سن التمطيط، 12 حلقة خفاف لطاف جمال تتفرج عليهم وانت مروق. 負ける選択肢助けられない選択肢僕にはないあんたがどれだけ強くても負ける気ないから僕マッシュル قول لي ايه رأيك في انمي ماشل؟ لو كنت شفت تحت في الكومنتس حاولت ارشح لكم الانمي من غير ما احرق، وفعلا اعتقد ان انا ما حرقتش حاجة خالص، كل اللي قلته كان في البلوت بتاع الانمي نفسه. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي ايه انميات انا ما اتفرجتش عليها ترشحها لي في الكومنتس انا اتفرج عليها، واللي اتفرج على مشل يقول لي ايه رأيه في انمي مشل. وده اللي كان عندي النهارده، سلام. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment.